السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وصحه جيده ان شاء الله. ومرحبا بكاع القنوات اللي كيشاهدوا الفيديوهات ديالي، كنشكركم بزاف وكنشكر كاع الناس اللي في خارج الوطن وداخل الوطن، ونتمنى ان شاء الله التوفيق والصحه والسلامه للجميع ان شاء الله يا ربي. اليوم كيف ما كتشوفوا ان شاء الله غادي نشارك معكم المدفونه الفلاليه اللي معروفه بها مدينه الريساني. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو نال اعجابكم وتتبعوه حتى الاخير. وان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش غادي تحضروا هذه المدفونه الرائعه اللي كتجي اكثر من رائعه. هنا كيف ما شفتوا يعني راه فتحتها لكم من الداخل، كتجي بواحد المذاق من اروع ما يكون. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه التحضير ديال هاد المدفونه معروفه بها مدينه الرشيديه. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله بهذه الطريقه اللي غادي نشاركها معكم. واللي ما مشارك في القناه ديالي اول مره كيشوف القناه نتمنى يشترك فيها وتخليو لي شي لايك الى عجبكم الفيديو ان شاء الله، وشي كومونتير زوين. غادي ندوزو ان شاء الله لطريقه تحضير هذه المدفونه. هنا كيف ما شفتوا عندي هنا القمح وعندي شويه ديال الفورز، يعني غادي ناخذ قياس ديال مدفونه وحده. هنا غادي نخلط الفورز مع طحين بالنخاله اولا القمح بالنخاله. غادي نوجدوا العجينه. هنا عندي الخميره، يعني القياس اللي غادي يخمر لينا هاد العجينه ان شاء الله. وعندي هنا شويه ديال الملحه، صافي. هنا غادي نجمع العجين بالماء، هنا غادي نعجنو عجينه عاديه كيف ما فين تنعجنو الخبز ديال الدار. صافي كنحاول هنا كنجمع العجينه كندلكها مزيان باش ما غاديش نطول عليكم الفيديو. حتى غادي نجمع العجينه وغادي نعاود نرجع معكم ان شاء الله. صافي هنايا بعد ما عجنت العجينه، يعني العجينه كتكون شويه مرخوفه. صافي دابا غادي نخليو العجينه حتى غادي تخمر وغادي نغطيوها، وغادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نوجدوا الحشوه باش غادي نعمروا هاد المدفونه. صافي هنا غطيتها وغادي نخليوها على جنب وغادي ندوزو باش نوجدوا الحشوه. هنا كيف ما كتشوفوا عندي هنا حبه حلاوه، يعني ضروري حبه حلاوه في هاد المدفونه. عندي هنا معلقه ديال حبه حلاوه، وعندي معلقه ديال الكمون، وعندي هنايا السودانيه الحاره اللي كيبغي السودانيه، وعندي هنايا التوابل. عندي شويه الخرقوم، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الكمون الملحه، وشويه ديال البزار. هنا عندي الشحمه كنكونوا حاكينه في الحكاكه رقيقه، هي هذه. وعندي زيت الزيتون. هنا عندي القزبر مقطع رقيق، يعني كناخذ واحد الكميه ديال القزبر تكون وافيه. وعندي هنا طريفات ديال اللحم، هذه هي المدفونه يعني معروفه باللحم والبيض. هنا عندي طريفات ديال اللحم مقطعين رقاق. وهنا عندي البصله الخضاريه، يعني هذه هي الوقيته ديال البصله. كنستعملوا هذه البصله الخضاريه بصراحه راها كتجي زوينه في هذه المدفونه. هنا خديت واحد الكميه ديال البصله، تقريبا هنا عندي واحد نص كيلو ديال البصله. صافي هادو هما المكونات اللي كنحتاجو. وغادي ناخذ واحد الاناء فاش غادي نخلطوا هذاك الخليط اللي غادي نعمروا به المدفونه. كنديروا فيه البصله،
صافي هنا درت فيه البصله وغادي نضيف عليه جميع التوابل. غادي ندير هنا الشحمه كيف ما شفتوا، وغادي نضيف عليه اللحم نقطع مكعبات، الكمون، حبة حلاوة، وغادي نضيف التوابل الاخرين. هنا عندي سكنجبير وشويه ديال عفوا ما درتش سكنجبير، البزار وهذا والتحميره وشويه ديال السودانيه والملحه والبزار. هنايا ضفت القزبر، يعني كندير واحد الكميه تكون وافيه ديال القزبر. وهنا في الاخير غادي نضيف زيت الزيتون باش غادي نجمعوا الخليط. صافي هنايا غادي نجمع هاد الخليط بايديا كيف ما غادي تشوفوا ان شاء الله، حتى غادي نسجموا ليا هذوك المكونات مع بعضياتهم. يعني كنخلطوا داك الربيع والشحمه والبصله مزيان والحيمات ديالنا مقطعين. نتمنى ان شاء الله هاد طريقتنا لاعجابكم وتجربوا بها هاد المدفونه. بصراحه كتجي بنينه وكتستحق يعني التجربه انكم تجربوها ان شاء الله بهذه الطريقه، يعني بلا ما غادي تسافروا على حتى للريساني او الرشيديه. ان شاء الله اليوم غادي تحضروها غير في المنزل ديالكم ان شاء الله بهذه الطريقه اللي شاركتها معكم. وكنشكر كاع الناس اللي كيشاهدوا هذا الفيديو، نتمنى لكم الصحه والسلامه والتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي. صافي هنا كيف ما شفتوا خلطت هذاك الخليط غادي نحيدو على جنب. وهنايا عندي البيض مسلوق، يعني كتحضر بالبيض مسلوق. وهاد العماره اللي شاركت معكم هذه هي الطريقه. يعني حاجه واحده اللي ناقصه كيف ما قلت لكم هو اللوز اللي ما درتش فيها، يعني كيكون فيها اللوز مفسخ ومقلي، ولكن حتى بهذه الطريقه الصراحه جات بنينه وجات لذيذه. هنا خديت العجينه ديالي وقسمتها على جوج، يعني درت جوج ديال الخبيزات مقسومين على جوج كيف ما شفتوا. صافي كنحاول يعني كنجمعهم، وغادي كل وحده غادي نسرحها بوحدها كيف ما غادي تشوفوا ان شاء الله. صافي كناخذ واحد شويه ديال الطحين عندي هنا وكنديرو في سطح العمل، وكنسرح هذيك العجينه كيف ما شفتوا، يعني كنبسطها بايديا على شكل خبيزه، يعني حتى كتولي لنا رقيقه. ومن بعد غادي ندير فيها ان شاء الله العماره اللي حضرت من قبل، هي اللي غادي نعمرو بها هاد العجينه. يعني راه ساهله، يعني ما فيهاش شي تعقيدات، يعني راه تقدروا ان شاء الله تحضروها. صافي كيف ما شفتوا هنايا سرحت هذيك القطعه الاولى ديال العجينه، غادي نحيدها نحطها على جنب، وغادي ناخذ القطعه الثانيه غادي نسرحها وكذلك بحالها كيف ما سرحت يعني القطعه الاولى ديال العجين. كناخذ شويه ديال الطحين وكنبسط بايديا كيف ما كتشوفوا، يعني بحال كنصايبوا البطبوط. صافي حتى كنورقها مزيان كتولي رقيقه على هذا الشكل. وغادي ناخذ العماره وكنبدا نعمر كيف ما كتشوفوا يعني بهذه الطريقه. يعني الفيديو راه واضح. صافي كيف ما شفتوا هنا كندير داك الخليط في وسط من العجينه وانا كنسرح بايديا، كندير هذاك الخليط كامل اللي حضرت كنديرو كامل في هاد العجينه كيف ما كتشوفوا. ونتمنى ان شاء الله الا كتفرجوا في هذا الفيديو ديروا لي مشاهده كامله وتخليوا لي شي لايك وشي تعليق زوين. صافي هنا كيف ما شفتوا يعني درت هذيك العماره كامله وكنسرحها بايديا، يعني كنبسطها باش تجيني الحشوه يعني مقاده في العجينه. صافي حتى كنسرحها كامل وغادي ندير عليها البيض مسلوق كيف ما غادي تشوفوا ان شاء الله.
صافي هنايا درت هذيك الحشوه وغادي ندير فوق منها البيض. يعني انا حطيته على داك الوجه ولكن غادي نعاود نقلبو. صافي هنايا غادي نقلبو على الجهه الاخرى، يعني ما جانيش على هذاك الشكل. غادي نقلبو على الجهه باش ملي ندير الورقه العجينه الثانيه فوق من هاد العجينه باش تجيني مقاده، يعني ما تجينيش بلاصه هابطه وبلاصه طالعه، يعني كتجي هكا مقاده. صافي هنايا كنغرس فيها هذاك البيض. صافي كنقادو عليها كامل، يعني بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا، يعني كنحط عليه هذاك البيض كامل. يعني هذا هو الشكل ديالها بعد ما درت فوق منها البيض. وغادي ناخذ القطعه الثانيه ديال العجينه اللي سرحنا من قبل كنغطيها. صافي كنغطيها كامله كيف ما كتشوفوا، وكنجمع هذوك الجوانب كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه، يعني كنقرص وكنجمع. صافي حتى كندور عليها هذيك الدوره ديال العجينه كنجمعها. هكا يعني باش ما يخرجش لينا الخليط ديال هاد العماره، ما يخرجش لينا من الجناب ملي غادي تبدا طيب اولا نسرح فيها، ما تخرجش لينا هذيك العماره. ملي كنورك عليهم مزيان حتى كيتسدوا. صافي يعني كنبسطها بايديا كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. وغادي ناخذ المقله الثقيله الوجديه، هي هذه درت فيها واحد شويه ديال الزيت دهنتها، وغادي ندير فيها هذيك المدفونه وكنبسطها بايديا على القياس ديال المقله. يعني ماشي بالضروري انكم ديروا المقله يعني عندكم حتى شي مول يعني يكون دائري تقدروا ديروها فيه. وغادي نوريكم ان شاء الله الطريقه ديال الطياب ديالها، غادي نطيبها ان شاء الله غير في الفران ديال الدار. راها كتجي لذيذه وكتجي محمره وطيبه. صافي هنايا بعد ما سرحتها غادي ندخلوها ان شاء الله للفران. وهذا هو الفران فاش غادي نطيبها. كيف ما شفتوا هنايا شعلت عليها غير من التحت حتى كتحمر لينا، وكنعاود نشعل عليها من الفوق حتى كتعاود تحمر من الجهه الثانيه. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما تنخرجها وهي باقيه سخونه كنقدموها باقه سخونه. وهذه هي المدفونه. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم بهذه الطريقه اللي شاركتها معكم اليوم، وتشاركوا هذا الفيديو مع العائله ومع الاحباب ان شاء الله. هذا هو الشكل ديالها، راها كتجي معمره وكتجي لذيذه. هنايا كنرافقوها بواحد الكويس ديال اتاي يكون مشحر بالشيبه اولا بالنعناع، ضروري كتقدم مع اتاي. وكنقدموها كوجبه هكايا للغدا. صراحه راها كتجي لذيذه، يعني نتوما والاسره والعائله ديالكم. هذا هو الشكل ديالها. نتمنى ان شاء الله تجربوها، وإلا جربتوها ان شاء الله خليو لي في الكومونتير كيفاش جاتكم. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، وكنتمنى ان شاء الله كاع الاطباق اللي كنشارك معكم ينالوا اعجابكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم. كنقدم لكم هذا الكويز ديال اتاي وهذه المدفونه بالصحه والراحه. نتلاقاو ان شاء الله في الوصفات الجايين ان شاء الله. ما تنسونيش من واحد التعليق وشي لايك الفيديو واشتراك. وهنا كنقول لكم السلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده.